بلدية سيدي عام، السادة عطور مجمع شريف الفوسفات، السادة مفتي مصالح، السادة رجال القوات المساعدة، السادة رجال الوقاية المدنية، الحضور الكريم الجبار التي بذلها وسيبذلها خلال الموسم الصيفي إن شاء الله القادم، لولاهم لم نكن يوما ننتظر الظفر بشرف اللواء الأزرق ورفرفته في سماء سيدي عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بل الرابعة على التوالي. كما لا ننسى أن نرويها بالجهود الجبارة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعلى رأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله حسناء، التي أرست مبادئ التربية البيئية والتحسيس بالتنمية المستدامة. إننا اليوم والحمد لله نفتخر بكل الإنجازات التي سبق تحقيقها، ونسعى جاهدين مع الشركاء المعنيين إلى المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها، وذلك لجلب مزيد من الزوار والمصطافين من داخل المغرب وخارجه إلى شاطئ سيدي عام والشواطئ المجاورة له، وكذلك تشجيع استثمار في المجال السياحي وإعطاء صورة مشرفة لبلادنا والمحافظة على المكتسبات وأوراش التنمية التي تم تحقيقها بفضل السياسة الرشيدة والسديدة لعاهل الأمة وباني نهضتها ورمز سيادتها ووحدتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سائلين عز وجل أن يبارك في عمره. سعيد الزوقي، متصرف ممتاز بوزارة الداخلية ملحق بجامعة سيدي عابد، مدير الشاطئ شاطئ جامعة سيدي عابد. هذه المرة الرابعة اللي كنحصلوا فيها على اللواء الأزرق خاص بشاطئ سيدي عابد، وهذه السنة الرابعة أو المرة الرابعة ما جاتش من الفراغ، وإنما جات من عمل يومي، عمل ميداني ومثابرة وجد وكد لفريق مكون بدءا من عامل النظافة حتى للسيد العامل الإقليمي الجديدة. وفي هذا الإطار أتقدم بالشكر الجزير إلى السيد العامل الإقليمي الجديدة على كل ما يبذل من مجهودات من أجل حصول هذا الشاطئ على هذا اللواء الأزرق. السيد رئيس الدائرة السيد الباشا رئيس الدائرة الجديدة، السيد قائد قيادة ولد عيسى، السيد رئيس مجلس الجامعة لجامعة سيدي عابد وكل الأعضاء ديالو، زملاء الموظفين كذلك، سميتو المتدخلين الاخرين، الوقايه المدنيه، الدرك الملكي، الصحه، المنقذي، السباحه، الوقايه المدنيه كذلك، قوات المساعده، هاد الناس كلهم وعمال النظافه كذلك، هاد الناس كلهم لا يهدأ لهم بال الا بان يكون الشاطئ في احلى في ابهى واجمل الحلال ديالو. اذا شاطئ سيدي عابد يحصل للمره الرابعه بفضل هذه المجهودات. نقدم مجموعه من الانشطه المجانيه لفائده المصطافين، نقدم كذلك كاين الدوش مجاني، وكاين مجموعه من الخدمات، ونتمنى من المكتب الشريف للفوسفات اللي نمكن له الشكر كذلك على المجهودات اللي كيبذلها انه يزيد شويه في الاهتمام ديالو باقي الشواطئ اللي عندنا، مركز سيدي عابد وعندنا كذلك شاطئ الغويركاس والحرشان، نتمنوا كذلك يشملهم الاهتمام ديال او سي بي كذلك. وشكرا لك.